السلام عليكم واهلا بكم في قناه حلويات ومملحات. وصفتنا اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على زلابيه سهله جدا في التحضير بمقادير جدا سهله بسيطه واقتصاديه متوفره في اي بيت. نمر الان المقادير مع طريقه التحضير، وكنتمنى انها تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج الكاس كبير من الدقيق، سعة الكاس 250 مليلتر. غادي نحتاج 2 معالق كبارين من الميسينة او النشا، معلقة صغيرة من الخمارة او البيكنج باودر، نصف معلقة صغيرة من السكر، ونصف ملعقة صغيرة من الخميرة حبيبات. نمزج النواشف مع بعضها. من بعد اخذت ربع كاس من ماء الزهر وذوبت فيه القليل من الزعفران الشعرة، وغادي نضيف معاهم كاس من الماء يكون عادي. تقريبا غادي نحتاج الكاس، غادي يبقى لي من بعد واحد شويه في القاع ديال الكاس. المهم حنايا كنخلطوا، حنايا كنضيفوا في الماء عندنا ميزاننا، يعني على حسب الدقيق، يعني كاين الدقيق اللي كيشرب والدقيق اللي ما كيشربش. فانا هنايا كيف ما قلت لكم استعملت غير الزعفران الشعره، ما استعملتش ملون اصطناعي. شفت بان الزعفران الشعره ما عطانيش اللون اللي بغيت، فضفت القليل من الخرقوم. الا بغيتوا تستعملوا الملون ممكن تستعملوا، عندكم حريه الاختيار. ممكن تستعملوا ملون اصطناعي اصفر ولا احمر، يعني تبقى داكشي على حسب اللي بغيتوا. فكيف ما قلت لكم تنبدا انا كنخلط وانا كنضيف في الماء. فتقريبا من بعد بقى لي في الكاس واحد شويه فقط. تقريبا احتاجت لهاد العجينه هذه الكاس ديال الماء مع ربع كاس من الماء الزهر. تنبدا كنحرك مزيان حتى كنحصلوا على عجينه كتكون خفيفه على العجينه ديال الكيك. من بعد غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها 20 دقيقه حتى تخمر لي. من بعد ما خمرات كيولي القوام ديالها على هذا الشكل، كتختار عندنا داك العجينه وكتقال شويه وكتولي لنا دابا بحال العجينه ديال الكيك. فصافي من بعد غادي ناخذها وغادي نفرغها في قنينه فين انا غادي باش غادي نشكلها من بعد ونقليها. هاد القنينه هذه هي فين تنديروا داك المايونيز، كنديروا كيتشوب، كنديروا الصلصات. الا ما كانتش متوفره ممكن تستعملوا قنينات ماء صغيره توضعوا بها ثقب في الغطاء ديالها وتستعملوها. كذلك ممكن تاخذوا قنينات ديال كيتشوب او لا مايونيز يكونوا فارغين، تغسلوهم وتملؤوهم بالعجينه ديالكم تشكلوا بها هاد الزلابيه. فمن بعد انا خديت مقله ودعت بها الزيت حتى سخنات لي. ضروري النار تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف. فاخذت هاد العجين هذه وكنحاول نشكل بها ورده، وكنعطيها الفورمه ديال الورده بهذا الشكل هذا. كنخليهم يتقلاو من الجوانب بجوج، ومباشره كنهزهم من المقله كنوضعهم في العسل. الا ما كانش العسل متوفر اكيد ممكن تستعملوا القطر او لا، احنا عندنا كنقولوا يمكن السيرو. فالتشكيل العمليه ديال هاد الورده ديال الزلابيه في الوسط كنعمل بحال الشكل ديال الحلزون. من بعد كنبقى ندير دوائر وحده من فوق وحده حتى كتشكل عندي ورده. طريقتها جدا سهله وبسيطه، وفي الاخير الشكل كيجينا روعه تقريبا بحال اللي كنشريو من المحل، من المحلات اولا من الزنقه. فكتجي رائعه جدا. الشكل ديال هاد الزلابيه هذه كنبقى مستمره بنفس الطريقه نقليوها حتى كتحمر. من بعد كنهزوها وكنطفيوها في العسل مباشره، كنوضعوها في شي جبيكه باش كتستقطر لنا العسل اللي فيها وتتكون. وبعد ما ساليتها كتجينا على هذا الشكل هذا. كنستفوها في طبق ديال التقديم وكنقدموها بالف صحه والراحه. وهذا شكلها من الداخل كتجي رائعه جدا، مقرمشه على برا وهشيشه من الداخل. فين كناكلوها راه كتذوب في الفم، صدقوني كتجي اكثر من رائعه. نتمنى ان الفيديو اليوم والوصفه ينالوا اعجابكم. ما تنساوش الى عجبكم كالعاده ما تبخلوش عليا بجيم، لايكاتكم، تعليقاتكم، وكذلك الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. شكرا لكم على حسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله.